عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله هنعمل معاكم احلى صابون. كلنا عارفين ان احنا بيبقى عندنا زيت كتير، يعني بدل ما نرميه او نبيعه والاكتر، لان في ناس كتير بصراحه يمكن في المنطقه اللي انا فيها بتبيعه بيبقى غالي، وفي ناس كتير بتبيعه، وانا بقول حرام ان احنا نبيعه. فانا باخده اعمل لكم صابون. انا عمري في حياتي ما بعته، في ناس كتير بشوفها بتبيعه وده حرام. فاحنا ان شاء الله بنستفاد بيه. انا معايا لو هتعملي ربع كيلو صودا، انت هتعملي ازازه الزيت الريدل تبقى عندك عشان تبقى بتعاير بيها. انا معايا ازازه الزيت الريدل، الربع كيلو بياخد ازازه ونص زيت من زيت الريدل. معايا ازازه برضو الحاجه الساقعه برضو الريدل بتاخدوا نص ازازه. بس الحاجات دي بتبقى عندك بتعملي فيها حاجه الصابون. انا معايا كوبايه دقيق، ممكن ما ياخدوش كلته، وبرده لازم كوبايه صابون سائل من عندك، اي صابون مش ممكن تعملي الغالي، انا بجيبه بالكيلو وبعمله. معايا معلقه ونص ملح، معايا الصودا الحلوه ديت. اهم حاجه يا جماعه ما يكونش جنبنا اطفال، لان احنا لو جنبنا اطفال الحاجات ديت غلط على صدرهم. ولو حد لا قدر الله تعبان برضو خليه بعيد عن الحاجه اللي زي ديت، او يحط كمامه عليه على بقه كده عشان غلط وكده. ربع كيلو صودا هنفرغه. لازم يبقى عندك حله تعملي فيها الحاجات دي كلها، يعني انا الحاجات دي كلها للاستعمال بس، اكتر من كده انا هحط الميه زي ما قلت لكم، نص ازازه الحاجه الساقعه الرجل اهي. هنقلب لغايه ما ندوب كلته. دلوقتي قلبتها في الميه، لازم تصفي الزيت، عشان على فكره انا ما بستعملش زيت السمك. زيت السمك يا جماعه انا ما بستعملوش. في ناس تقول لك لا احنا بنحط زيت السمك، لا لا لا، انا ما بستعملوش. انا بطاطس، تحمير فراخ، الحاجات دي بس. لكن زيت السمك بيبقى زفاره، ما بيبقاش حلو. شوفوا طريقتها حلوه ومش متعبه ولا حاجه. هنفضل نقلب كده زي ما انتم شايفين. بصراحه لما يتعمل حلو بيبقى حلو قوي في البيت، بتستعمليه مثلا كل حاجه، حتى الهدوم البيضاء انا بستعمله فيه، بينضف حلو قوي قوي. حتى شرابات ولادنا اللي بيبقوا جايين من الدروس او المدارس تلاقيها متوسخه، ما ترغي عليها صدقيني بيبقى حلو قوي قوي. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هحط الصابون السائل زي ما انتم شايفين. طريقه حلوه ازاي، مش هتاخد منك اي وقت ان شاء الله. معايا دلوقتي المعلقه ونص من الملح برضو تقلبي. انا عندي صينيه على طول بحط عليها، ما بعملش الا عليها. ليه؟ عشان ما يبهدلكيش. هو تعملها على صينيه المونيوم، او لو انت ما انتش عاوزه الصينيه ديت ممكن تعملي فيها. انا هقلب بقى الرز. انا هحط الدقيق. انا معايا كوبايه بس مش هتتحط كلها. على فكره الصودا ديت زي ما بيقولوا حاميه قوي، ده بقى فيها 10 ايام او 15 يوم على ما تفكري تستعملي الصابون عشان ما تبهدلش ايديك. وبرده في ليمونتين هنعصرهم. دلوقتي خلصنا الصابون زي ما انتم شايفين. انا دلوقتي معايا صينيه زي دي، الصينيه زي ديت اهي، كنت بعمل فيها الاول الكوليسترول زي ما انتم شايفين، بس سبتها للصابون. هتجيبي كيس يكون نضيف كده وتفرغي فيه. لو انت عاوزه الصابونه تبقى عاليه اقسمي الصينيه، او هاتي صينيه اصغر من كده، لكن انا بحب الصابونه ما تكونش كبيره قوي. بسم الله يا الله. نزلي كله كده كله ينزل. احنا فرغنا الكميه زي ما انتم شايفين. شوفوا بقى زي ما انا قلت لك، لو انت عاوزه تصغري يعني تبقى صابونه كبيره كده وعاليه، تعمليها كده، هتقومي جايه بالكيس واي حاجه تقومي ايه ضمها على بعض. لكن انا بحب الصابونه الرقيقه بصراحه، يعني ايه ما بحبهاش كبيره قوي. هما بيقولوا لي هتبقى رقيقه بقى، لا ما هي مش هتبقى رقيقه ولا حاجه، تبقى جميله قوي. انا بعملها كده على طول. هوريكي حاجه برضو، لو انت عاوزاها تبقى شويه هتقومي جايه اهو، شوفوا كده اهو، شوفوا بحاجه كده اهوت، وتقومي جايه حطاها عشان الكيس ما يرجعش تاني زي ما انتم شايفين.
اهو هنعمله كده. انا يا دوبك انا عندي بصراحه زيت كتير، بس انا جبت ربع كيلو بس المره دي، لان انا عندي صابون وكده، فانا قلت مش هكتر المره دي. شوفوا كده خلاص اهوت. انا هحط لها اي حاجه عندي. احنا كده هنسيبها لما تنشف، وبعد كده هنقطعها معاكم. يعني حطها في اي مكان يكون بعيد عن الاطفال، بالله عليكم يكون بعيد عن الاطفال، لان بصراحه انا عملته قبل كده ويعني الاطفال كانوا منه بصراحه، ويومها تعبوا جامد. فيا رب كده يسلم اولادنا كلهم. فالاطفال ما بقاش فيه يعني زي ما بقول لك ايه، لسه صغيرين ومش فاهمين ان كانت ايه دي. فحافظوا على قد ما تقدروا لغايه ما تنشف، وبعد كده حطوها في مكان يكون بعيد، وان شاء الله هرجع لكم تاني واوريكم شكلها ايه. احنا كده خلاص الصابون نشف. احنا هنقطعه وهنشكله معاكم طريقه حلوه. انا قلت لو انت عاوزاها رقيقه الصينيه هتتملى، بس انا جيت في الاخر وقمت عاملاها معاكم لمات الكيس شويه بنفس الطريقه. هي نشفت بسم الله. انا بحبها تقطيعتها برضو صغيره. شوفوا اهو. ما تسيبهاش لما تنشف قوي عشان ما تتكسرش معاكي. انا بقطعها كده برضو وبسيبها لما تنشف. دلوقتي لما تحبي تقطعها اول ما تبدا تنشف تقوم مقطعاها معاكي. هتسيبيها لما تنشف خالص بتلتقي الصابونه. شوفوا جميل قوي. ما تستعملوهوش على طول. ليه؟ عشان ما يبهدلش ايديكي، لان الصودا بتبقى حاميه زياده عن اللزوم، كده غلط على الايدين. انا بسيبه وبقوم حاطاه في كرتونه لما ينشف. تسيبيه بقى ايه مده طويله براحتك. بيكون عندي استبن يعني ايه، بكون عامله وسايباه. شوفوا زي ما انتم شايفين الصابونه زي ما انتم شايفين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بس لسه برضو عاوزه تنشف، بس انا قلت اوريها لكم. العلو بتاعها حلو ما هوش وحش بصراحه. الزيت ما يترماش او يتباع، انت بتستفادي منه. الصابون ده حلو قوي قوي بالذات للهدوم البيضاء، لشرابات ولادنا زي ما قلت لك. طريقته انا بغسل به الالومنيا عندي، لما يعني عندي حلل الالومنيا بغسلها بخلي الحلل بسم الله ما شاء الله. طريقه سهله وطريقه جميله، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.